أحداث المسلسل بتبدأ بالزوجين سيمون وفاليريا، وسيمون بيكون سايق العربية وبيكون باين عليهم إنهم زوجين في منتهى السعادة لأنهم بيغنوا وبيضحكوا طول الطريق. بس فجأة كاوتش العربية بيفرقع والعربية بتنحرف عن مسارها والعربية بتخبط في شجرة وبيعملوا حادثة، وسيمون بيكون مغمى عليه من أثر الصدمة، وفاليريا بتحاول إنها تفوقه، وبيجي ناس قدام العربية وبيحاولوا إن هم يساعدوهم. بس فاليريا مش بتكون متوقعة إن دول عبارة عن عصابة جايين علشان يخطفوها، وبتفضل فاليريا تنادي على سيمون علشان ينقذها من ايديهم. بس بيكون سيمون لسه في حالة اغماء بسبب الحادثة، والعصابة بتاخد فاليريا في العربية بتاعتهم وبيمشوا، وزعيم العصابة بيبلغ حد في التليفون ان المتبرعة اصبحت تحت ايديهم. وبعدها بنرجع بالاحداث قبل الواقعة دي بايام، وبنشوف فاليريا وهي في ماراثون للجري، وفاليريا هي اللي بتفوز بالماراثون، وبتحتفل فاليريا هي واسرتها بالفوز. بس وهي واقفه بتخبط فيها بنت فوتوغرافر كانت موجوده في الماراثون، وبتعتذر لها البنت وبتقول لها انها متاخره عن فرحها. وبعدها بتنقلنا الاحداث لزكرياس يوم فرحه، ومن الواضح عليه القلق لان عروسته ما جاتش واتاخرت وبيكون في انتظارها. وبنعرف ان العروسه هي جميله وهي الفوتوغرافر اللي كانت في الماراثون بتاع الجري. وفي الاخر بتوصل جميله للفرح، بس اثناء مراسم الجواز جميله بتقع على الارض وبيغمى عليها، والاسعاف بتنقلها للمستشفى، والدكتور بيبلغ زكرياس ان جميله تعبانه جدا وانها محتاجه عملية زرع للقلب بأقصى سرعة علشان قلبها ما بقاش يقدر يتحمل أكتر من كده. بس زكرياس بيبلغ الدكتور إن جميل على قوام الانتظار لأكتر من 3 سنين، وإنهم لغاية دلوقتي ما لقوش متبرع. وبعدها زكرياس بيوعد جميلة إنها هتعيش وإنه هيعمل المستحيل علشانها. وبعدها بتنقلنا الأحداث تاني لسيمون وفاليريا، وبنعرف إن سيمون بيشتغل في مطعم بيتزا مع أبوه، وفي اليوم ده سيمون كان بيحتفل بعيد ميلاد فاليريا، وبيبان على سيمون إن بيحب فاليريا جدا، وده بيبان من طريقة كلامه عليها قدام كل أصحابه وولاده. وسيمون بيكون محضر مفاجأة لفاليريا وبمناسبة عيد ميلادها، وبتكون الهدية عبارة عن تذكرة لحفلة موسيقى جاز اللي بتحبها فاليريا. بس وهم في طريقهم بيتعرضوا للحادثة اللي بنعرف إنها كانت متعمدة من العصابة. ولما بيفوق سيمون بيفضل يدور على فاليريا في كل مكان ومش بيلاقيها، ولما بيتصل سيمون على تليفونها مش بترد، فبيكلم سيمون الشرطة وبيبلغهم إنه اتعرض لحادثة وإن مراته اختفت. وبعدها بيشغل سيمون برنامج تعقب التليفونات علشان يعرف مكان مراته. وبعدها سيمون بيسرق عربية من شباب على الطريق علشان يلحق مراته بيها. وبعدين بترجع بينا الاحداث تاني لجميله وزكرياس بيبلغ جميله انه خلاص لقى متبرع للقلب. بس جميله بتفضل مستغربه لانها كانت من ضمن اخر المنتظرين على قوائم الانتظار. بس بيقنعها زكرياس ان احيانا بتحصل معجزه وان المعجزه حصلت، ويبلغ زكرياس انها لازم تجهز نفسها لانها هتعمل العمليه باسرع وقت. والعصابه في الوقت ده كانت في طريقها، بس هيقابلوا كمين جيش على الطريق، والعصابه هتهدد فاليريا انها تفضل ساكته والا هتموت. بس في الكمين العسكري هيطلب من العصابه ان هم كلهم ينزلوا من العربيه، ولما العصابه هتنزل من العربيه هتبدا انها تضرب العساكر بالنار، وفاليريا هتستغل الفرصه وهتهرب من العربيه وهتطلع تجري، والعصابه هتبدا بعدها انها تطاردها في الغابه. وسيمون بيكون وصل عن طريق البرنامج للمكان اللي فيه فاليريا، وهيوصل سيمون لنقطه تفتيش الجيش وهيلاقي العساكر كلها ميته. وساعتها سيمون هيقلق وهيفضل يدور على فاليريا في كل مكان، وهو بيدور على فاليريا هيلاقي الاسوره بتاعتها على الارض. وبعدها هيسمع سيمون صوت طلق نار لان العصابه قدرت انها تضرب فاليريا بالنار وهي بتهرب، وبياخدوها العصابه في العربيه. بس فاليريا بتكون لسه عايشه، والبوليس ساعتها هيوقف عربيه سيمون وهيقبضوا عليه. وفي نفس الوقت ده كانت جميله دخلت المستشفى وبتحضر نفسها للعمليه، وبتوصل العصابه للمكان اللي هيتم فيه نقل قلب فاليريا، وبيبداوا فعلا ان هم يعملوا العمليه لفاليريا. والممرضه بتلاحظ ان فاليريا بتكون لسه عايشه فبتتعاطف معاها، والممرضه هتبلغ الدكتور ان هم ما ينفعش انهم يستأصلوا قلبها وهي لسه عايشه. بس الدكتور مش بيهتم بكلامها وبيحقن فاليريا بمخدر علشان تغيب عن الوعي، ويبلغ الدكاتره اللي موجودين ان فاليريا ملهاش فرصه للنجاه بحياتها، وان قلبها في شخص تاني هو اولى بيه بعد موتها. وفي الوقت ده البوليس كان بيدور على فاليريا في كل مكان وكان معاهم سيمون. بس الضابط بيبلغ سيمون ان هم هيعملوا اقصى ما في وسعهم علشان يلاقوا فاليريا، وبيطلب الضابط من سيمون انه يروح البيت علشان ممكن العصابه اللي خطفتها تتصل بيه او تطلب منه فديه. وبيسالوا الضابط اذا كان ليهم اعداء او بيشك في حد، بس سيمون بيبلغوا ان مراته مجرد عازفه وانهم ناس متواضعه جدا صعب ان يكون ليهم اعداء. بس الضابط بيوعده انه هيهتم بالقضيه بتاعت مراته. وفي الوقت ده زكرياس بيجيله رساله من العصابه اللي خطفوا فاليريا، وبيبلغوه في الرساله ان هم جاهزين وان القلب بتاع المتبرعه اصبح تحت ايديهم. ولما سيمون بيرجع لبيته ويقابل اولاده وعيلته مش بيكون عارف يقول لهم ايه عن امهم، بس بيبلغهم ان البوليس بيدور على فاليريا في كل مكان. والعصابه بتقابل زكرياس في حمام المستشفى وبيسلموه قلب فاليريا، وزكرياس بيبلغهم ان مهمتهم بالشكل ده انتهت، وبيطلب منهم ان هم يختفوا من حياته للابد. والدكتور اللي بيعالج جميله بيستلم القلب من زكرياس علشان يزرعه في جسم جميله، وزكرياس بيكون واقف على اعصابه بره اوضه العمليات لانه
بيكون قلقان جدا على حبيبته جميلة، وام جميلة هي كمان بتكون خايفة على بنتها الا تموت بسبب العملية. بس الدكاترة بتنجح انها تنقذ قلب جميلة والعملية بتنجح. وبعدها بنعرف ان زكرياس بيشتغل في السياسة لانه ماسك الحملة الدعائية بتاعت المرشح الجديد للرئاسة. وبعدها سيمون بيروح اسم الشرطة علشان يعرف اي اخبار عن مراته فاليريا، بس الضابط اللي ماسك التحقيق في القضية بيبلغه ان مفيش اي اخبار جديدة وانهم عملوا بحث عن فاليريا في كل المستشفيات حتى المشارح. بس سيمون بيبلغ الضابط انه عمل اعلان على الانترنت بصورة فاليريا انها مفقودة، وفي نفس الوقت ده كان اولاد فاليريا متأثرين جدا بغياب امهم عنهم. حتى سيمون كان بيفكر في مراته فاليريا في كل لحظة لدرجة انه مش قادر يشتغل. بس وهو في المطعم بتاعه بيجي لسيمون تليفون من شخص غريب بيبلغه عن مكان جثة مراته، والبوليس بيبدأ انه يفتش في النهر عن جثة فاليريا. وفعلا البوليس بعد ما بيدور بيلاقي جثة فاليريا في قلب المية، وبينهار سيمون لما بيشوفها. وفي الوقت ده الدكتور بيكون بيكشف على قلب جميلة، والدكتور بيسمع جميلة نبضات قلبها الجديد، ويبلغها الدكتور ان قلبها في حالة ممتازة. بس بينبهها الدكتور ان القلب الجديد هياخد فترة على ما يتأقلم في جسمها، وانها لازم تخضع لفحوصات دورية ورسم قلب طول عمرها. وزكرياس بيبان على وشه نظرة الفرح لانه حاسس انه انتصر لما قدر انه ينقذ حبيبته من الموت. وبعدها سيمون هيروح للضابط علشان يعرف اللي حصل لمراته قبل ما تموت، ويبلغه الضابط ان مراته في الاغلب وقعت تحت ايد عصابة بتتاجر في الاعضاء، وانهم سرقوا قلبها علشان يعيش بيه شخص تاني. وبيبلغه الضابط ان ما تمش اختيار مراته فاليريا بطريقة عشوائية، لان دايما عصابات تجارة الاعضاء بتكون مخططة للموضوع وبتختار الشخص اللي هتسرق اعضائه بشكل احترافي. ويوم الجنازة بتاعت فاليريا ابو سيمون بيحاول انه يواسي ابنه وبيطلب منه انه يتجاوز الازمة علشان خاطر ولاده. بس سيمون بيبلغه ان عمره ما هينسى اللي حصل لمراته غير لما يعرف حاجتين، وهي مين اللي قتل مراته ومين الشخص اللي عايش بقلبها دلوقتي. بس بينصحوا ابوه انه يبعد عن الانتقام، بس سيمون بيقرر انه ينتقم لمراته ومن اللي عمله فيها. وبتبدأ جميلة انها تعيش حياتها الجديدة، وبتزور جميلة زميلها الصحفي وبتطلب منه جميلة المساعدة، وبتكون عايزة تعرف الشخصية بتاعت المتبرعة اللي هي حاليا عايشة بقلبها. ولما بيسألها زميلها عن السبب جميلة بتكون مهتمة انها تعرف كل حاجة عن المتبرعة، لان جميلة بتحس انها مدينة لصاحبة القلب ده في حياتها. وبتقول له جميلة انه الوحيد اللي هيقدر يساعدها بسبب سرية المعلومات اللي بتخص المتبرعين. وسيمون في الوقت ده بيكون حزين على فراق فاليريا، وهو في بيته بيفتكر التذاكر بتاعت الحفلة اللي كانت في جيبه اللي كان هيروحها هو ومراته. وساعتها سيمون هيروح الحفلة وبيكون حزين جدا لانه بيفتكر ذكرياته مع فاليريا وهم بيغنوا مع بعض نفس الاغنية اللي بيغنيها المطرب على المسرح. بس بالصدفة بتظهر جميلة اللي بتكون موجودة في نفس الحفلة، وجميلة بتاخد بالها من سيمون وهو بيعيط فبتصوره بالكاميرا اللي معاها. وجميلة بتعتذر لسيمون انها صورته بدون اذنه، وسيمون بيكون لطيف جدا في الكلام مع جميلة. بس اثناء ما كانت الحفلة شغالة بيحصل مشكلة في سقف المسرح، وكل الجمهور اللي كان موجود بيبدأ انه يهرب من الحفلة، وجميلة من خوفها هتقع منها الكاميرا بتاعتها على الارض. بس سيمون هيحاول انه يساعدها ويخرجها بره المسرح، وجميلة بتكون خايفة على الكاميرا بتاعتها جدا وبتبلغ سيمون ان الكاميرا بتاعتها مهمة جدا بالنسبة لها. وجميلة بتشكر سيمون ان انقذ حياتها وبتحاول انها ترد له الجميل اللي عمله فيها، فبتعزمه على البيتزا في مطعم قريب من مكان المسرح. بس سيمون بيعتذر لها بحجة ان هو صاحب مطعم بيتزا وبيديها الكارت بتاع المطعم بتاعه. وفي الوقت ده بيوصل زكرياس وبيكون قلقان على جميلة جدا، وجميلة بتعرف زكرياس على سيمون وبتقول له جميلة ان سيمون انقذ حياتها. وساعتها هيشكره زكرياس انه انقذ مراته وبياخد جميلة وبيمشي. وتاني يوم جميلة بتزور الدكتور بتاعها علشان يطمن على قلبها، وجميلة بتقول له انها حاسة انها لما بتقف قدام المراية كأنها بتشوف واحدة تانية غيرها، وكأن قلبها بيبعت لها رسائل، ده غير الاحلام اللي بتشوفها كل يوم عن حد ما تعرفوش. بس الدكتور بيقول لها ان دي اعراض مزيفه بتحصل للمرضى اللي بيتم زراعه الاعضاء ليهم، وبيفتكروا المرضى ان حياه المتبرع انتقلت ليهم. وساعتها هتطلب جميله من الدكتور انها تعرف شخصيه المتبرعه اللي اخذت قلبها، بس الدكتور بيرفض يقول لها وبيطلب منها انها تعيش حياتها الجديده وتعرف ان قلبها الجديد شغال بشكل ممتاز وانه بقى ملكها خلاص لوحدها هي. بس جميله قبل ما تخرج من عياده الدكتور بتبلغه انها في يوم من الايام هتكتشف شخصيه المتبرعه. وبعد ما جميله ما بتخرج من العياده الدكتور بيتصل بزكرياس وبيبلغه ان جميله مصره انها تعرف شخصيه المتبرعه وانها بتلح عليه عشان تعرف منه شخصيتها. ويبلغه الدكتور انه يقنعها انها تبطل تتكلم في الموضوع ده، لان الكلام في الموضوع ده هيعرض ناس كتير للخطر وان هو اول واحد هيتعرض للخطر ده. بس زكرياس بيطلب من الدكتور انه ما يبلغش جميله بحاجه وانه يهدى. وبعدها زكرياس بياخد جميله علشان تعمل جلسه تصوير للمرشح الرئاسي اللي زكرياس ماسك الحمله الانتخابيه بتاعته، وبيطلب منها انها تسبقه. وبعدها بيطلب زكرياس من السواق بتاعه انه يفضل يراقب
بيراقب جميلة باستمرار، وجميلة بتقابل المرشح الرئاسي وبيبان عليه انه شخص غبي وتافه من كلامه معاها، وجميلة مش بتكون مهتمة بكلام المرشح وبتبلغه انها موجودة هنا بس علشان تاخد له الصور وتمشي، لدرجة ان المرشح بيبلغ زكرياس ان مراته كئيبة قوي، بس زكرياس بيكون مهتم بشغله بس، وزكرياس بيلوم المرشح الرئاسي انه دايما ماشي مع البنتين اللي معاه، وان الصحافة ممكن تصوره وممكن تتكلم عن علاقاته، وده شيء ممكن يخفض من اسهمه في الانتخابات، وبيطلب منه زكرياس انه يحافظ على شكله قدام الناس علشان شعبيته ما تتأثرش. وبعدها سيمون هيروح معمل للتحاليل اللي فاليريا كانت عملت فيه فحوصات من شهور قبل كده، وبيتخانق مع دكتور المعمل عشان كان رافض ان يدوله التحاليل، وبيهددوا سيمون ان لو رفض يدوله التحاليل هيعتبره متورط في قتل مراته، وساعتها الدكتور هيضطر ان يديله نتيجة التحاليل، وبيبان ان الدكتور ده متورط مع العصابة، لان بعد ما بيمشي سيمون بيكلم الدكتور حد في التليفون وبيقول له عن اللي حصل، ولما سيمون بياخد التحليل بيعرف من خلاله ان مراته كانت حامل، وبيسأل سيمون المحقق عن تقرير الطب الشرعي واذا كان المحقق كان عارف ان مراته كانت حامل قبل ما تموت، والمحقق بيبلغه انه رفض يقوله الحقيقة علشان ما يزودش عليه الهموم، بس سيمون بيكون شايف ان كده مش مراته بس هي اللي ماتت، ده مات معاها ابنه كمان، وسيمون بيلوم المحقق انه مش شايف شغله لانه لغاية دلوقتي ما قدرش يوصل للي عمله كده في مراته، وبيخرج وراه المحقق وبيحاول المحقق انه يفهمه ان تجارة الاعضاء وسرقتها بيقوم بيها عصابات كبيرة ودولية، وان العصابات دي بتشتغل بشكل احترافي لانهم في الاغلب بيكونوا مدعومين من حكومات ورجال اعمال فاسدين، وبيطلب المحقق من سيمون انه يتجاوز الازمة ويفكر في ولاده بس علشان ولاده ما يخسروش ابوهم في يوم من الايام، لانه لو فضل يلعب دور المحقق اكيد هيقع في مشاكل كبيرة. والفارو صاحب جميلة هيروح المستشفى اللي عملت فيها جميلة العملية، وهيحاول الفارو انه يرشي الممرضة اللي في المستشفى علشان تديله اي معلومات عن هوية المتبرعة، وبعدها الفارو بيكلم جميلة في التليفون وبيبلغها انه هيعرف هوية المتبرعة بالليل، بس بالليل الفارو بيتفاجئ بزكرياس ويبلغه زكرياس ان الممرضة اللي كان مستنيها تيجي قررت في اخر لحظة انها تغير رأيها، وبيطلب منه زكرياس انه يبطل يساعد جميلة في انها تعرف هوية المتبرعة لانه ده خطر على حياتها، وبيطلب منه زكرياس انه يقنع جميلة انها تبطل تبحث عن شخصية المتبرعة، والفارو بعدها فعلا بيكلم جميلة وبيقول لها ان الممرضة رفضت الفلوس اللي عرضها عليها، وبينصحها الفارو انها تبطل تفكر في الموضوع. وفي ليلة من الليالي بيتفاجئ سيمون بدخول جميلة عليه المطعم هي وصاحبتها تاتا، وبيرحب بيهم سيمون جدا وبتقول له جميلة ان المكان مألوف بالنسبة لها وانها حاسة انها جت المكان ده قبل كده مع انها اول مرة تدخله، ويبان على جميلة انها متأثرة بموسيقى الجاز، وصاحبتها هتكون مستغربة لانها ما كانتش تعرف عنها انها بتحب النوع ده من الموسيقى، والاغرب من كده ان جميلة هتقعد تتكلم مع سيمون وهتستخدم نفس المصطلحات اللي كانت بتستخدمها فاليريا معاه في الكلام، وساعتها هيرفض سيمون ان ياخد ثمن البيتزا من جميلة، وبيقول لها سيمون ان البيتزا هتكون عبارة عن عربون الصداقة اللي هيبقى ما بينهم، وساعتها هتقرر جميلة انها تعزم سيمون على افتتاح المعرض بتاعها واللي هتقدم فيه اعمالها الفنية للصور الفوتوغرافية، وبيوعدها سيمون انه هيحاول انه يجي، وفعلا بيجي يوم الافتتاح وسيمون بيوصل للمعرض، وجميلة اول ما بتشوفه بترحب بيه جدا، بس زكرياس بيلاحظ وجود سيمون واقف مع مراته، وساعتها زكرياس هيتكلم مع سيمون بمنتهى الوقاحة لدرجة انه بيهينه بالكلام، بس سيمون بيكتفي انه ما يردش عليه وبيسيبه وبيمشي، وبعدها سيمون بيقرر انه يتجول جوه المعرض وبيتفرج على الصور لغاية لما فجأة بتلفت نظره صورة مراته فاليريا، وسيمون هيقف قدام الصورة وهو مش مصدق نفسه انه شايف صورة مراته فاليريا قدامه، لغاية لما هتيجي جميلة وبيقولها سيمون انه عايز يشتري الصورة دي، بس بتبلغه جميلة انها مقدرة اعجابه بالصورة، بس بتبلغه ان الصور غالية جدا، بس سيمون بيصمم انه يشتريها، وبتحكي له جميلة ساعتها عن حكاية الصورة وبتقول له انها صورتها اثناء الماراثون وانها اختارتها من ضمن صور كتير للماراثون لانها حست ان في ارتباط بينها وبين صاحبة الصورة، وسيمون هيبلغها ان اللي في الصورة دي فاليريا مراته، وانها لو كانت لسه عايشة كان زمانها بقت صاحبتها، وان الصورة دي اتاخدت قبل قتلها باسبوع، وجميلة هتتصدم من اللي سمعته وبتفضل تبص على صورة فاليريا، والشرطة في الوقت ده كانت بتحاول توصل لشخصية المتصلة اللي كلمت سيمون في التليفون ودلته عن مكان جثة مراته من خلال التسجيل الصوتي للمكالمة، والمحقق هيسمع صوت في الخلفية وبيكون صوت كور البولينج، وسيمون بيتوقع ان اللي اتصلت بيه يا اما ممرضة كانت في العملية او عاملة نظافة شافت اللي حصل لفاليريا، بس المحقق بيخمن ان اللي كلمت سيمون بتشتغل في صالة بولينج بسبب الصوت اللي سمعه في الخلفية، وبيبلغه المحقق انه هيبدأ في البحث في كل صالات البولينج اللي موجودة في المدينة، بس سيمون هو كمان هيبدأ انه يدور بنفسه وهيروح قاعة من قاعات البولينج، بس سيمون هيلاحظ ان ايد الجرسونة اللي بتقدم له المشروبات عليها تاتو شكله غريب، وهيسألها سيمون عن معنى التاتو اللي رسماه، والجرسونة بتقول له ان ده رسم لشيء خاص بالنسبة لها، وفي الوقت ده كان زكرياس في مقر الحملة الانتخابية، وبيحاول زكرياس انه يقنع كاردينياس انه لازم يتجوز علشان الشكل الاجتماعي بتاعه، في الوقت ده عضو العصابة بيتصل بزكرياس وبيبلغه ان زعيم العصابة عايز يقابله وان ما يعرفش سبب المقابلة،
وبعدها سيمون بيتفاجئ بطرد وصل المطعم، ولما بيفتحوا بيلاقي صورة فاليريا. بنعرف ان جميلة حبت انها تشكر سيمون بطريقتها، وبعدها سيمون هيروح لها علشان يشكرها، بس بيقول لها انه حابب يدفع ثمن الصورة، بس جميلة بتقول له ان الصورة دي من حقه. ولما بيصمم سيمون انه يدفع ثمن الصورة، جميلة بتطلب منه في المقابل انه يعلمها طريقة عمل البيتزا، وبكده يكونوا خالصين. وبعدها زكرياس بيطلب من حماته انها تساعده في اختيار زوجة مناسبة لكاردينياس، بس حماته بتقول له ان كل المرشحات اللي هو جايب صورهم ما ينفعوش. وحمات زكرياس بتعرض نفسها انها تكون هي زوجة كاردينياس لانها بتحلم انها تاخد لقب السيدة الاولى. وجميلة بتكون رافضة فكرة جواز امها من كاردينياس، وبتكون شايفة جميلة ان الجوازة دي هتكون فاشلة، بس ام جميلة بتكون مصرة انها تتجوز كاردينياس لانها نفسها تكون شخصية عامة وتبقى نجمة مجتمع. وبعدها جميلة بتروح لسيمون المطعم بتاعه علشان تتعلم طريقة عمل البيتزا، وساعتها جميلة هتسأل سيمون عن مراته فاليريا وعن سبب وفاتها، بس سيمون هيتهرب من الإجابة، فبتعتذر له جميلة لأنها بتحس إنها اتدخلت في موضوع ما كانش المفروض تتكلم فيه. وسيمون بيشوف بالصدفة مع بنته على اللابتوب الرمز اللي شافه على إيد الجرسونة اللي كانت بتشتغل في صالة البولينج، وساعتها هيسأل سيمون بنته عن معنى الرمز ده، فبنته بتقول له إن الرمز ده خاص بالتمريض. وساعتها هيتأكد سيمون إن الجرسونة هي اللي كلمته وبلغته عن مكان جثة مراته. بس في الوقت ده جميلة هتكون قررت إنها تزور مشعوذ علشان يفسر لها معنى الأحلام اللي بتشوفها، والمشعوذ بيديها مادة غريبة تشربها علشان تبدأ تدخل في أجواء الطقوس. وسيمون في الوقت ده بيروح لصالة البلياردو وبيسأل عن الجرسونة اللي حاطة وشم على ايديها، وزميلتها في الصالة بتبلغه ان اسمها كارلا وانها حاليا في اجازة. وساعتها هيسألها سيمون عن عنوانها لدرجة ان البنت بتفتكره من البوليس، بس سيمون بيقول لها انه شاف كارلا اخر مرة في الصالة وكان معجب بيها وانه كان نفسه يشوفها تاني. وساعتها هتديله البنت عنوان الملهى الليلي اللي بتشتغل فيه كارلا، وسيمون بيروح الملهى الليلي فعلا علشان يقابل كارلا. واول ما سيمون بيدخل الملهى الليلي بيطلب من الويتر مشروب يقدمه لكارلا، بس كارلا بمجرد ما بتشوف سيمون بتفتكر انها شافته قبل كده في صاله البلياردو فبتخاف وبتهرب، بس سيمون هيخرج وراها لغايه لما كارلا بتوصل لبيتها وبتحاول انها تلم حاجتها عشان تهرب، بس سيمون بيهددها بالمسدس وبيطلب منها انها ما تخافش منه لانه جاي عشان يتكلم معاها. وجميله في الوقت ده كانت تحت تاثير المخدر اللي المشعوذ اداهولها، وتاتا صاحبتها بتتوسل للمشعوذ انه يوقف الطقوس الغريبه اللي بيعملها عليها لان بيبان ان حاله جميله سيئه جدا. وبتفضل جميله تتخيل المشعوذ وهو بيقول لها ان القلب اللي في جسمها ما كانش المفروض انه ينتقل ليها، لغايه لما بتغيب جميله عن الوعي. وبكده بينتهي الموسم الاول من المسلسل بتاعنا. فلو عجبك الموسم الاولاني ما تنساش تعمل لنا اللايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد، واستنوا المواسم الجايه اللي ان شاء الله هتنزل على القناه قريب. سلام.